بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة فيديو جديد سهل وبسيط وهيعجبكم جدا إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المحشية. عندنا النهاردة فرخة هنحشيها مع بعض بالرز وكبد الفراخ والقوانص. هتطلع معانا بطريقة جميلة جدا زي ما انتوا شايفينها كده، وفي الآخر نحمرها وتقدميها على سفرتك وبألف هنا وشفا إن شاء الله على قلوبكم. ولو حابة تتابعي معايا الفيديو للآخر ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة لو انت أول مرة بتشوفيني، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد إن شاء الله. الفراخ المحشية طريقة جميلة جدا وسهلة، وكله بيحب انه يضيفها كده على السفرة، بيبقى ليها شكل جميل جدا وبتزين سفرتك زي ما انت شايفة كده. انا النهاردة اخترت بس ان اعمل معاكم وصفة الفراخ المحشية عشان الوصفة تبقى معاكم بالتفصيل. بس مقدماها جنب الاكل دوت كده زي ما انتم شايفين، سفرة كاملة، فبتزين معاكي سفرتك وبتخليها جميلة جدا ان شاء الله. النهاردة بقى هقولك على وصفة الفراخ المحشية، وتطلع معاكي بطريقة سهلة جدا وسريعة. كده سليمة عشان هنبدأ اننا نحشيها. شايفين ما شاء الله هي دسمة جدا وجميلة. فغسلناها اول حاجة طبعا كويس جدا بالدقيق والملح، وبعد كده شطفناها وغسلناها كمان بالليمون كويس جدا، وبنشطفها برضو مرة كمان، وبتبقى جاهزة معاكي كده ونضيفة زي الفل زي ما انت شايفاها كده قدامك. وريحتها كمان حلوة جدا، ما فيهاش اي ريحة زفارة خالص. الليمون بيبقى جميل معاكي طبعا، والملح والدقيق بينضفوها لك خالص، وبتبقى جميلة زي ما انت شايفاها كده. اول خطوة كده ونسمي الله، جبت عندي كده صينية على النار هبدأ اشتغل فيها، وضفت عندي كده معلقتين من السمنة، وهبدأ اضيف عندي البصل. معايا بصلاية كده متوسطة مقطعاها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى احمرها شوية كده على النار واشوحها، وهسيبها بقى كده تاخد وقتها على النار، ونقلبها برضو كده باستمرار لغاية ما تاخد معانا لون كده يكون ذهبي شوية. وبعدين هنبدأ نضيف معانا الكبد بتاعة الفرخة اللي موجودة معايا، والقوانص بتاعة الفرخة برضو هبدأ ان انا اقطعها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. اللون كده بقى حلو. جبت عندي بقى الكبدة اللي كانت معايا والقوانص برضو قطعتها، بدأت ضفتها كده على البصلاية اللي موجودة معايا، بصلاية واحدة متوسطة على قد الكبدة والقوانص اللي موجودة معايا. وهضيف عليهم بعد ما تتحمر. بصوا بوريكم بس انها دسمة كده وهتدي معايا شوربة جميلة. جبت معايا كده معلقة توم مفروم بقى، بننزل عليها كده بعد ما تتشوح شوية مع البصل، ونبدأ نقلبهم كده، تدي معاكي ريحة جميلة جدا معلقة الثوم المفروم دي. جبت معايا بقى نص كوباية من الرز المغسول، وبعدين ضفتها. نص كوباية دي حلوة قوي وهتبقى كويسة معاكي على حجم الفرخة اللي موجودة معايا دي، على قد الحشو بتاعها. وبعد ما نشوحه بقى كده شوية، نشوح الرز مع الحاجات اللي احنا حاطينها كلها مع كل المقدار دوت، ياخد كده من طعم الحاجات كلها. نبدأ نحط بقى كده رشة بسيطة من الملح، ورشة كمان كده من الفلفل الاسود، ورشة معايا كده من القرفة. رشة القرفة دي جميلة جدا، بتضيفيها لما بتكوني بتعملي لحوم او فراخ، بتبقى كويسة جدا معاكي وبتدي ريحة حلوة للأكل. بعد كده ضفت المية، وهبدأ اغطيه واسيبه ان يستوي معايا نص سوا. زي ما انتوا شايفين كده استوى معايا وطلع معايا بالمنظر دوت. هبدأ بقى كده اننا نحشي الفرخة كويس معانا، نحشيها كويس كده من جوه. وهجيب برضو معايا الحشوة من جنب الورك كده، ندخل كده شوية كده في الحتة اللي من جنب الورك، بيبقى عندك الجلد يقضي معاكي انك تملي الحشوة. انا بملاها بصي كده من حوالين الورك كده، الجلد معايا يسمح انه يقضي
للحشوة، لكن من على وش الفرخة كده لو ضفت معايا حشوة ممكن انها وهي بتستوي الجلد بتاعها يتقطع والرز ينزل معايا في الشوربة والكلام ده كله. فاحنا في غنى عن ده كله. هي من الرز كده لما بيبقى جوه الفرخة بيبقى ايه، بياخد من طعم الشوربة ومن طعم الفرخة وبيبقى كويس جدا. هبدأ بقى كده اقفلها، نقفل كده الرجلين على بعض كده عشان الكمية بتاعة الرز ما تطلعش لبره، وكمان انا مش ضايفة كمية الرز بره قوي عشان ما تطلعش معانا. ولو في اي زيادة كده جت على الوش ولا حاجة هنبدأ ان احنا نشيلها. وهاجي كمان عندي بقى من عند الرقبة كده بتاعة الفرخة، وهبدأ اضيف برضو كمان شوية كده من الحشوة اللي موجودة معايا. تنفع معاكي كويس جدا الحتة دي بتاعة الرقبة، بيبقى الجلد يسمح معاكي انك تضيفي كمية حشوة زي ما انت عايزة. ورحت بقى كده على الشوربة اللي كنت ضايفة فيها بصلاية وطماطماية حبهان ورق لورا، كل الكلام دوت اللي انتوا عارفينه، منكهات للشوربة كده وانا بضيفها معاكم كل مرة. اللي حابب يشوف المنكهات الجميلة للشوربة دي هتتابع معايا ان عندي اي فيديو يطلع معاكي وتشوفي الطريقة. طلعت معايا زي ما انتوا شايفين كده. جبت عندي صينية دهنتها كويس بالسمنة، والفرخة زي ما انتوا شايفين طلعت اهي، والحشو كله جواها ما طلعش ولا حاجة. بس وانا بطلعها بس كده مسكتها من الرجل فراحت مقطوعة. بس شكلها جميل والحمد لله الحشوة زي ما هي ما طلعتش لانها كانت متقفلة كويس. ودلوقتي كده بندهن برضو الوش بتاع الفرخة كله، طبعا الظهر في الصينية، وندخلها الفرن. وبعد كده طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا بصراحة حبيت اطلعها كده، يعني اللي حابب انه يغمق اللون شوية بتاع التحمير زي ما تحبي، لكن انا قلت كده كويس. وزي ما انتوا شايفين وبألف هنا وشفا عليكم يا رب. اللي يجرب الوصفة، وصفة الفراخ المحشية النهاردة بتزين سفرتك في اي عزومة، وبتبقى جميلة وليها طعم كده مميز من التتبيلة الحلوة اللي حطيناها جوه. تتبيلة سهلة جدا وبسيطة. طعم البصل مع الثوم المفروم مع الكبد والقوانص مع الفلفل والرشة القرفة ورشة ملح، كلها حاجات بسيطة جدا بس بتدي معاكي طعم جميل جدا. ولو انت معايا بقى لغاية هنا من الفيديو ما تنسيش تحطي لايك جميل كده من عندك عشان تشجعينا نقدم كل جديد ان شاء الله. قدميها بقى كده في وسط سفرتك وبتبقى جميلة جدا وحلوة جدا في العزومات. هنعمل مع بعض النهاردة المحشي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. ولو حابة تتابعي معايا الفيديو للآخر ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. والنهارده المحشي بتاعنا دوت المشكل معمول بالخلطة السرية. لو حابة تكملي بقى معايا وتشوفي الخلطة السرية استني وشوفي معايا الفيديو للآخر، وهقولك على خلطة جميلة جدا هتعتمديها عندك وهتبقى الخلطة السرية بتاعتك لعمايل أي نوع محشي. وهتطلع معاكي المحشي بطعم وريحة ممتازة. بسم الله، تعالي شوفي معايا المقادير عشان ما اطولش عليكم. النهاردة انا عاملة معايا المقادير بتاعة المحشي المشكل زي ما انتوا شايفين كده. نبدأ نشوف كده المقادير خطوة خطوة ونشوف حاجة حاجة عشان معايا الخلطة السرية اهي باينة قدامكم في الطبق التاني دوت. هقول لكم على مقاديرها بالتفصيل. بسم الله، انا معايا كده اول حاجة عصير الطماطم يكون تقيل، معايا الخضرة المشكلة، معايا هنا بهارات، معايا الخلطة السرية اهي، معايا بصلاية كبيرة مقطعة، ومعايا الرز مغسول ومتصفي. نتكلم بقى بالتفصيل كده. الخلطة دي معايا بصلاية صغيرة مفرومة جدا، وثلاث فصوص من الثوم، وفلفل احمر واخضر حار، ومعايا بقى متبلاها بقى رشة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة من النعناع الناشف، ومكعب مرقة. وبدأت فرمتهم كويس جدا مع بعض
لغاية ما بقوا كده خلطة جميلة جدا تقدري تعتمديها عندك. البهارات بقى كمون، ملح، فلفل اسود، بابريكا، قرفة. هي دي التوابل. والخضرة المشكلة بتبقى ل3 أنواع: شبت وكزبرة وبقدونس. الرز معايا هنا مغسول ومتصفي. ودي بصلاية كبيرة متقطعة صغير. وده عصير الطماطم يكون تقيل. وكده هي دي المقادير بتاعتنا وبتاعت خلطة المحشي. هتطلع معاكي محشي ممتاز جدا ان شاء الله. ولو جربتي الطريقة دي ما تنسيش تقولي لي ايه رأيك في التعليقات، وجربي الخلطة السرية دي وهتعجبك جدا ان شاء الله. بسم الله بقى، يلا ندخل كده في طريقة التحضير. جبت كده حلة على النار، بدأت ضفت كده الزيت ومعلقة صغيرة كده من الزبدة البلدي، وهنبدأ كده أسيحها كده شوية. وبعدين هنزل على طول بقى بالبصلاية. البصلاية تكون كبيرة متقطعة كده تقطيعة عادية صغيرة، ولا كبيرة ولا إنها مفرومة، يعني وسط كده. هبدأ بقى إن احنا نشوحها كده وندبلها كده شوية زي ما انتوا شايفين كده. تمام جدا. هنزل بقى بالخلطة اللي احنا عاملينها، هشوحها كده عشان طعمها وريحتها كده يبانوا. شمي بقى الريحة الجميلة عندك في البيت، احلى ريحة محشي. شايفين اللون حتى اتغير ازاي، بقى جميل. انزل على طول كده بالعصير الطماطم ونقلب بقى كده وهنسيبها تتسبك. نبدأ نضيف بقى كده التوابل. اول حاجة دي نص معلقة من السكر، دي معتمدة معانا على طول على اي عصير طماطم بنضيفه. ننزل بقى كده بالطبق معانا كله كده اللي كان فيه التوابل. كانت قرفة وكمون وملح وفلفل اسود. بس هما كده ايه التوابل. ننزل بقى كده خلاص، هي اتسبكت كويس معانا. نطفي بقى النار خلاص، ونزلنا بقى كده بالرز والخضرة. كده خلاص خلطة المحشي بقت جاهزة معانا وزي الفل. نبدأ بقى نقلبها كويس، ونقلب الخلطة كده كلها في بعضها كده. ونبدأ بقى نجيب المحشي المشكل بتاعنا. انا النهاردة عاملة البتنجان الجميل دوت والكوسة. نضفتها برضو وعاملة لها الشكل الجميل دوت، بيدي معاكي منظر حلو برضو في تقديم الطبق بتاعك. والفلفل الرومي برضو منضفه كويس كده. كل الخضار اللي معايا دوت مغسول كويس جدا ومتصفي. ادي الخلطة الجميلة بتاعتنا، لونها جميل جدا وريحتها حلوة. دي الحلة اللي هنبدأ نرص فيها ونسوي فيها. انا حاطة في قاعدة الحلة بصل وطماطم. معانا الخضار والخلطة، ونبدأ بقى نسمي الله ونبدأ في حشو المحشي. وبعدين هوريكم طريقة التسوية جميلة جدا. استني وتابعيني برضو في الفيديو عشان نكمل مع بعض. بصي انا منضفه كل حاجه كده، بكوني عاملاها كويس وغسلاها زي ما انت شايفه كده، ومتصفي كمان. دي خطوه مهمه عشان ما يكونش جواه ميه وتبداي تضيفي عندك الخلطه فمع التسويه يعجن ويبقى وحش. لا انتي اعمليه من بدري وبعدين اغسليه وصفيه. وجهزنا كده القاعده بتاعه الحله. هبدأ بقى كده أبدأ الحشو بسم الله. بس عايزة أقولك خطوة مهمة هنا. وانتي بتبدأي كده انك تضيفي عندك مقدار الرز، تخلي بالك كويس انك ما تمليش لغاية اخر المحشي. يعني معاكي دلوقتي البتنجان ما تمليش للآخر، تسيبي كده حوالي كام سنتي كده، يعني سنتي او 2 سنتي كده يبقوا فاضلين عشان تدي معاكي الرز المساحة انه يتضاعف. لان احنا عارفين ان الرز لما بيستوي الخلطة دي عبارة عن رز، الرز هو الاساسي في الخلطة كلها.
بصوا كده زي ما انتوا شايفين سايبه كام سنتي ازاي. فالرز بقى هو بيتضاعف، فانت تديله المساحه الكافيه انه يتضاعف وما يطلعش بره الحاجه اللي انت عاملاها، وما يزيدش عندك في الحله ويطلع بره الوصفه. لو الكوسه بقى بصي بتبقى ليها برضو طريقه مخصصه، انا هعمل معاكم من كل نوع حاجه واحده بس عشان ما اطولش عليكم. اهو بصي بطلع الزياده. الكوسه بقى طريقتها انك بتخبطيها كده من على الجنب شويه، ونبدا برضو نجيب الفلفل معانا برضو بنفس الطريقه. برضو بنسيب كده حوالي سنتي كده او 2 سنتي عشان ندي الرز راحته انه يستوي تماما وما يزيدش معايا في التسويه ويبوظ معايا شكل المحشي اللي احنا عاملينه. يلا بقى كده هبدأ ارص معاكم بقى. انا خلصت الكمية عشان ما اطولش عليكم، اوريكم معايا كده طريقة الرصة بتاعة الحلة معايا. كل واحد حسب ما يحب يرص عنده المحشي زي ما هو متعود. بس الطريقة دي كويسة وحلوة جدا، بتخلي المحشي يستوي معاكي بطريقة افضل. وبنبدأ نرص كده من على الحرف. حطيت الاول البتنجان، ومن الوسط كده من النص هضيف الكوسة، والفلفل هخليه في الوسط. هي طريقة يعني سهلة جدا، فمش هطول عليكم. انا سرعتها شوية زي ما انتوا شايفين كده عشان تشوفي معايا الشكل. ودلوقتي اهم حاجة معاكي برضو القاعدة بتاعت الحلة دي، الخضار اللي انت بيدي معاكي طعم للمحشي ويطلع معاكي جميل. شوفي بقى كده الرصة بتاعت الخضار كله كده في الاخر. وكده خلاص قربنا نخلص معانا ونرص الحلة كلها، ونبدأ بقى ندخل كده على مرحلة الشوربة، ودي برضو بتبقى مهمة جدا. نبدأ نضيف كده الشوربة وما نملاش كده لغاية اخر الحلة، ونسيبه بقى كده على النار يغلي، وبعدين نوطي عليه ونسيبه ويطلع معاكي بالشكل الجميل دوت. ويبقى الف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. كل اللي يجرب الوصفة ما ينساش يقول لي ايه رأيه في التعليقات. وقدمنا كده المحشي بالطريقة الجميلة اللي قدامكم دي، طريقة حلوة جدا في التقديم تشرفك جدا في العزومات. وعايزه اقولك بقى لو انت معايا لغايه هنا من الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. عملنا النهارده المحشي المشكل بطريقه سهله وبسيطه جدا، والمقادير مظبوطه، ولو اتبعتي معايا الخطوات دي هيطلع معاكي احلى محشي مشكل من ايدك. بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بيكم. لو حابين تتابعوا معايا الفيديو النهارده طريقه عمل الجلاش بطريقه سهله وبسيطه، وتشوفوا النهارده السر اللي بيخليها تطلع معاكم مورقه، والحاجه اللي بتخليها تطلع معاكي طريه وممتازه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه. تعالوا بقى نشوف المقادير. المقادير سهله جدا وكل الناس طبعا اكيد عارفاها، بس هتشوفوا في الاخر التكه الجميله. ادي معايا اللحمه المفرومه، معايا بصلايه مكعبات نقطعها مكعبات صغيره، معايا والفلفل الرومي الالوان، ومعايا حبتين من الطماطم مبشورين، ولفة الجلاش زي ما انتوا شايفين تكوني لسه جايباها وطازة عشان الورق يبقى كويس معاكي. وحتى لو على فكرة كانت موجودة عندك من قبل كده في الفريزر عادي، ورق الجلاش عادي ممكن نحطه فوق بعض ومش هتحصل حاجة ولا تقلقي لو حتى الورق متقطع معاكي ولا حاجة. هيتعمل ان شاء الله وهيطلع معاكي ممتاز. بس اتبعي معايا الخطوات اللي هقولك عليها دي وان شاء الله هتجربيها، ولو عجبتك اكتبي لي في التعليقات. وهستنى منكم التعليقات وايه رأيكم. تعالي نحضر بقى يلا. حطيت حلة على النار فيها سمنة، وهنزل عليها
البصلايه المكعبات اللي قلت لكم عليها، بنقلبها كده لغايه ما لونها يحمر معانا. ودلوقتي نحط الفلفل ونسيبه شويه، وبعد كده نحط اللحمه المفرومه، هنقلبهم بقى مع بعض لغايه ما اللحمه تدخل في السوا. رشيت عليها بقى رشه ملح ورشه قرفه وفلفل اسود، بس كده. تعالوا بقى نحط حبتين الطماطم اللي احنا بشرينهم ونقلبها. الطماطم المبشورة على فكرة بتخليها احسن. نقلبيها كويس كده. تعالي بقى يلا بعد ما جهزت شوف هنعمل ايه. انا جبتها فضيتها عندي في طبق اهي موجودة، ولفيت الجلاش تكون جايباها لسه طازة، ومعانا الصينية اللي هنشتغل فيها. انا هدهنها بالسمنة زي ما انتوا شايفين. تعالوا نحط بقى طبقات الجلاش. ادي كده معايا اول طبقة. انا هستخدم المعلقة عشان املى سمنة كتير وابقى مطمنة ان انا موزعاها في كل الاماكن. ادي الطبقة التانية، وبرضو ما بين كل طبقة والتانية بتدهنيها بالسمنة. تعالي بقى الطبقة الأخيرة دي اللي قبل الحشوة ما تدهنيهاش بأي سمنة. هنوزعها كويس في الصينية كلها زي ما انتوا شايفين كده. حطينا الحشوة كلها وزعناها. نجيب بقى طبقة تانية. لو في اي ورقة مقطوعة ولا حاجة ما تقلقيش، زي ما قلتلك عادي. كله الطبقات بتبقى فوق بعضها. ونعيد نفس الخطوات تاني ما بين كل طبقة والتانية. نزود برضو معلقة من السمنة ونفردها كده على كل طبقة الجلاش الجديدة. دي يعني هي السبب الأساسي ان بتخلي معاكي الورق مورق، ورق الجلاش مورق وحلو. تعالي بقى نقطعها كده. خلصنا خلاص. نقطعها بقى بالسكينة عشان دي بتسهل علينا لما بنقطعها بعد ما تستوي. فبنبقى محددينها كده الأول عشان بعد ما تستوي نقدر نعرف مكان العلامات اللي متحددة بالسكينة حسب مقاس الصينية عندك. أنا عندي مقاس الصينية كبيرة، خدت معايا 4 خطوط بالطول و3 خطوط بالعرض اللي في الصينية كده. بعد ما بنخلصها بقى هحطها شوية في الفرن لغاية ما لونها يدخل شوية يقرب يحمر كده. هنطلعها بقى ونشربها بالخلطة اللي هنعملها بالبيض واللبن. ونشوف بقى التركية الجميلة اللي هي السبب والسر في انها تطلع معاكي مورقة وفي نفس الوقت طرية. تعالي بقى نوديها الفرن وخلي عينك عليها. بصي عليها يعني انها ما تتحمرش قوي عشان لسه هتكمل سوا تاني بعد ما نضيف لها اللبن. تعالي شوفي معايا. انا معايا كوبايه من اللبن. انا بوريها لكم بس لاني عندي البوله هنا لونها ابيض واللبن حسيت انه مش باين فبوريكي. معايا كوبايه لبن. شوفي بقى السر الخطير دوت. البيكنج باودر
هناخد منه حاجة بسيطة جدا وهتفرق في التسوية. اول حاجة معايا بيضة هنضيفها على كوباية اللبن، وهنضربها بقى كويس جامد لغاية ما تحس ان البيضة خلاص دابت جوه اللبن اهي. زي ما انتوا شايفين رشة ملح بسيطة، عشان على فكرة الجلاش ممكن يحدق في ثواني، يعني لو زادت منك رشة ملح بسيطة ممكن يبقى خلاص. فركزي شوية وخلي بالك رشة الملح خفيفة، وحطيت رشة الفلفل برضو بسيطة جدا عشان ما تعمليش نقط صودا كده فوق الجلاش. تعالي بقى ناخد من البيكنج باودر، ناخد منه نص معلقة صغيرة زي ما انت شايفة كده. تعالي بقى نقلبهم كلهم مع بعض بقى، ما تسيبيش اي تكتلات من البيكنج باودر عشان واحنا بنضيفه على الجلاش ما يبقاش اتوزع في مكان والمكان التاني لأ. فاحنا عايزين الصينية كلها تتشرب من اللبن اللي متضاف له بيضة واحدة ورشة ملح ورشة فلفل بسيطة ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تعالي بقى نشوف الصينية عملت ايه، وكويس لحقتها قبل ما تستوي او ولا تدخل في التسوية. يلا بقى كده تبقى جاهزة جدا انها تستقبل وتتشرب من التتبيلة اللي احنا عاملينها دي اهو. حطيناها كلها، بصي في ثواني هتلاقيها اتشربت لانها لسه طالعة من الفرن وسخنة اهي. هنرجعها بقى تاني يا دوبك دقيقة واحدة ونطلعها اهي. زي ما انتي شايفة طلعت بقت جميلة جدا ولونها كله بقى متساوي ومظبوط. تعالي بقى نحدد مكان القطعة اللي كنا مقطعينها بالسكينة من الأول. اهو دي الفايدة، اهو دي بقى فايدة ان احنا قطعناها الأول قبل التسوية. انا كده شايفة العلامات قدامي بتاعة القطع عشان نقدر نحدد القطعة وتطلع متسوية معاكي ومظبوطة بالشكل ده كده. خلاص نطلعها بقى قطعة ونشوفها مع بعض. شايفين اللون؟ لونها جميل جدا. انا اللي ممكن حد يفكر انها جلاش حلو من كتر السمنة الجميلة اللي على الوش، اللمعة الحلوة اللي فيه والتسوية الجميلة المتوحدة، اللون متوحد على كل الجوانب. تعالوا نطلع قطعة كمان، هو بس سخن سخنة لسه بقطعها وهي سخنة حتى لو ملاحظين، بس شايفين لونها وجمالها جميل وريحة حلوة جدا. وجربوها، ولو عجبتكم اعملوا لايك للفيديو وشير واشتركوا في القناة، تعالوا شوفوا اخر قطعة كمان هطلعها معاكم. شايفين ملاحظين الدخان انها لسه سخنة، كل ما تسيبيها تبرد هتبقى احسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.